اذا ما قلتوا واو من اول لقمه لا بقى تحاكوني. شركه المداني بعثوا لي كيكه كيمولاند وتحدوني اني ساوي فيها وصفه، قلت لهم حسن ما بيخسر. بالبدايه بدكم تجيبوا لي كيكه كيمولاند النوع اللي بتحبوه وتصفوا لي اياها بالبايركس بهذا الشكل. شوفوا لي الكيك شكله شو خطير، وهلا بدكم تغرقوا لي اياه بحليب، وهلا بمعلقه فعسوا لي اياهم هيك خليهم يلزقوا على بعض ويحبوا بعض اكثر. وهلا شوفوا لي حركات واختراعات حسون. بدكم تجيبوا لي ايس كريم وتمدوا لي طبقه دسمه ومحترمه، وللطبقه الثانيه بدي احط نكهتي المفضله البطيخ الاصفر. وهلا عنا عمليه جراحيه، الكيكه سموا لي اياها بالنص وحطوها بالطبقه الثانيه. وللتزيين على الوجه رح استخدم كيمو فريز، بطيخ اصفر وموز. انتم ماكم مستعدين تشوفوا الجريمه اللي انا عملتها؟ عن جد بده وحده او ماي جاد. ولا تفكروا اني نسيت الحليب والشوكولا، هدول بالقلب هلا باكلهم لحالهم على جنب. وللاسف بدي اقول لكم انه على الثلاجه ليقدم، بهالوقت رح استشهد يمكن. واخيرا قدم مشان ندوق التحفه الفنيه بقى. امانه شوفوا لي الالوان اللي كلها طاقه ايجابيه وتفاؤل وحياه. نقول بسم الله. اوه الايس كريم كثير طيب، بس الصراحه السر مو بالايس كريم، اكيد بكيك كيمولاند، لانه بيفرق بالطراوه والطعمه عن اي كيك عادي. لما بيكون عندك الكيك الصح فيك تساوي اطيب تحفه فنيه. وشو برايكم، انا فزت ولا خسرت؟ بحبكم كثير كثير، بشوفكم بالفيديو الجاي، ولا تنسوا تجربوا كيمو. باي باي.